السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي جمال وحيا الله بالجميع. أخي جمال، أشرت هنا قلت بالنسبة للملكة العذراء، قلت هل الملكة العذراء عند التلقيح تميز بين الذكور ذات القرابة والذكور الغريبة أم لا؟ شوف أخي جمال، هذا الموضوع يعني موضوع ليس سهل، وبداية يحتاج إلى تدبر وتفكر فيما ورد في القرآن الكريم، لأنه من الواضح لا يمكن أبدا فصل العلم عن الإيمان، وهذا شيء صعب. فننظر إلى النحل، نجد أن الحشرة الوحيدة التي أوحى الله إليها هي النحل. لم يتم الوحي إلى النمل أو الصراصير أو الدبابير أو بقية الحشرات الأخرى، فهذه الحشرة اختصت بهذا الوحي. طبعا هذا الوحي له أبعاد كثيرة جدا وأمور كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلذلك هذه الحشرة تختلف اختلاف تام عن بقية الحشرات في سلوكها، في أدائها، في تكاثرها، في تزاوجها، في حياتها المعيشية الاجتماعية، تختلف عن كثير من الحشرات. طيب، نرجع أيضا نتدبر أو نفكر في سلوك ملكة النحل عند التزاوج أو في رحلة التزاوج أو في رحلة التلقيح. نجد أن هذه سلوك ملكة النحل في التلقيح لا تتلقح إلا في الهواء الطلق، فهذه النقطة تستوقفنا كثيرا. يعني فيما لو كانت الملكة تتلقح من أقاربها الدرجة الأولى، أخوها مثلا أو كذا، كانت ممكن أن تلقح داخل الخلية، وهذا لم يثبته العلم لحد الآن. يعني قاموا العلماء بتجارب من هذا القبيل، بحبس ملكات داخل خليتها بقصد التجارب، عدة ملكات والخلية فيها ذكور، فالنتيجة كانت الملكة تضع البيض، نعم، بعد فوات الأوان من التلقيح ولم يحالفها فترة الحظ في التلقيح، فكانت الملكة تبدأ في وضع البيض لكن تضع بيض غير مخصب، رغم أنه موجود عندها ذكور كثيرة في الخلية. فإذا هي الخاصية التي تخص نحل العسل في سلوكها في التزاوج تكون خارج الخلية، فطالما خرجت خارج الخلية هي أصبحت يعني أمام متسع كبير من الذكور المتنوعة، سواء من خليتها أو من خلايا أخرى أو من منحلها أو من مناحل مجاورة أو من نحل في الطبيعة. طيب، وماذا تعني لنا خاصية التلقيح خارج الهواء الطلق؟ تعني أن هناك مراوغة من الملكة. الملكة القوية هي تراوغ أمام الذكور حتى تختار الذكور القوية، وتفوز الذكور القوية بعملية التلقيح. طيب، والملكة الضعيفة يا أبو أنس؟ الملكة الضعيفة أي ذكر ضعيف يلقحها، ما في أي مشكلة يعني، أو كمية أو عدد من الذكور الضعيفة عادي ممكن تلقحها، ما فيش أي إشكالية، لأنها لا تمتلك القوة الجسدية في الطيران السريع والمراوغة أمام الذكور حتى تهلك غالبية الذكور ويبقى الذكور القوي. طيب، الجانب الثاني من الجانب العلمي أيضا أن البعض من العلماء عملوا تجارب على هذا الأمر، اتضح لديهم أن الملكة تميز القرابة من الدرجة الأولى بواسطة الفرمونات التي تفرزها الملكة والتي يفرزها الذكور، اللي هو أخوها مثلا. لكن هو أيضا ثبت أنها ممكن تتلقح من ابن خالتها، من ابن عمتها، من ابن خالها، اللي هي القرابة اللي هي الدرجة الثانية، وهذه اعتبرها العلم أنها تعتبر زواج أقارب. فلذلك التوصيات العلمية تشير إلى الابتعاد عن زواج الأقارب، لأنه يرسخ الصفات الرديئة في النسل القادم. فبكل بساطة أنه خروجها في الهواء الطلق هو يتيح لها المجال أنها تتلقح من ذكور عديدة جدا، لكن لم يثبتوا أهل العلم أو العلماء أنه يتلقحت من إخوانها من الدرجة الأولى مباشرة يعني، وإلا كان بإمكانها تتلقح في الخلية، لكن هي ليس لديها هذه الخاصية أنها بمقدرتها أن تقوم بالتلقيح داخل الخلية أو تتم عملية التلقيح داخل الخلية. فبالتالي أخي جمال، موضوع التواصل بالهرمونات أو التعرف بالهرمونات هذا موجود عند النحل وموجود عند حشرات كثيرة جدا، فتبين أنها بإمكانها أنها تميز بعضها البعض، كما ورد في القرآن الكريم في حق هذه الكائنات إنها أمم مثلكم ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فطالما أن هذه الكائنات هي أمم مثلنا، فبالتالي هم لديهم المقدرة أيضا
أن يميزوا بين القرابة اللي هي الدرجة الأولى والدرجة الثانية. وكثير من الكائنات الحية لديها سلوك يعني شبيه من الإنسان. مثلا لو طرقنا إلى الذئب مثلا، الذئب عنده يعني سلوك وصفات وفية جدا، أنه ما بتزوج بعد وفاة زوجته. عندما يكبر أبويه لا يجعلهم يخرج إلى الصيد، يبقى في استراحة وهو يقوم بالصيد ويعطيهم ويطعميهم وما يطلع أبويه إلى الصيد، وبر جدا بأبويه يعني وبزوجته أيضا، وخاصة الزوجة. فبالتالي هذه الكائنات الحية هي لها سلوكها، لها خاصياتها، أمور كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فبالتالي أخي جمال، موضوع الذكور الأقارب هي يمكن أن تميز الذكور. فأنا نقول أنه يعني الملكة في كل الأحوال هي تحاول بقدر الإمكان تبتعد عن زواج الأقارب، وخاصة الدرجة الثانية. فالتمييز بينهم يكون على بسبب أو بواسطة الفرمونات. فهي تميز طبعا من خلال الفرمونات اللي مشتركة بين أفراد درجة القرابة، سواء كانت القرابة الأولى أو القرابة الثانية. حياك الله أخي جمال، وإن شاء الله أكون غطيت سؤالك. لو كان هناك أي تعقيب أي شيء تفضل، حياك الله. طيب أخي جمال والإخوة جميعا، بخصوص سؤالك أخي جمال أو مداخلتك إن هي بالنسبة لهل الملكة العذراء تميز الذكور أقاربها أو لا، تحدثنا عن الملكة. عندما نتحدث عن الذكور أيضا ونلقي نظرة على الذكر، نجد أن الذكر يأتي نتيجة أو أتى نتيجة بيضة غير مخصبة تحتوي على 16 كروموزوم. أما الملكة هي نتيجة بيضة مخصبة تحمل 32 كروموزوم. فبالتالي هذه نقطة ثانية. إذن الذكر بيضة غير مخصبة يمتد، يعني يأخذ امتداده من الجد، ليس أبو الملكة أخته. يعني نفترض أن في ذكر وملكة أخوان الاثنين في خلية واحدة، ناتجين عن ملكة واحدة. ملكة واحدة بيضت بيضة غير مخصبة، طلع عنها ذكر أو أنتج عنها ذكر، وبيضت بيضة مخصبة وتوجهت لتربية ملكات، طلع عنها ناتج عنها ملكة. هنا نجد أن امتداد الذكر إلى الجد، لأنه البيضة غير مخصبة، فهو يأخذ من الجد اللي هو بمثابة الجد لمين؟ للملكة أخته. لكن هو هنا أيضا يشكل أخ شقيق من الأم وخال في نفس الوقت، لأنه ابن جدها إيش بيكون إلها؟ بيكون خالها. هذه من جهة. من الجهة الثانية هو أخ شقيق فقط، نصف شقيق، يعني يعتبر شقيق من الأم، ليس شقيق من الأب والأم. الأمر الثاني بالنسبة للذكور، لوحظ علميا أن الذكور لا تحمل البصمة اللي هي بصمة الخلية، فلذلك الذكر يعتبر معه كرت أحمر، يدخل كل الخلايا، ما في خلية تمنعه، لأنه ما بتأثر بهذه النقطة وليس خاضع لهذا الأمر. أما بالنسبة للعاملات، إذا أرادت عاملة تدخل خلية أخرى تحجب عن الدخول بسبب البصمة الفرمونية الموجودة داخل الخلية. يعني كل خلية لها بصمة معينة أو لها. فإضافة لما سبق أخي جمال، إكمالا للملف السابق لأنه انقطع عندي التسجيل، هذه الخاصية موجودة عند الذكور، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، أن الذكر لا يعترض أبدا عند دخوله أي خلية حتى يكون هناك يعني تنوع في الذكور، ويكون هناك تزاوج أو زواج الأباعد هو الصفة السائدة في عملية تلقيح الملكات أو في تكاثر النحل. وإلا لو لم يكن نحل العسل يحظى بهذه الصفة من الله سبحانه وتعالى أو الخاصية، لكانت ملكات الخلية نفسها تلقحت من ذكور خليتها من إخوانها وترسخت فيها سلوك الأقارب وما شابه ذلك. لكن حكمة من الله أن يجعل للذكر أيضا خاصية ويجعل للملكة خاصية، فخاصية الذكر أنه يتجول في كل الخلايا وفي كل المناحل حتى يكون هناك في تنوع من الذكور، لأن كل ذكر يحمل صفات أو صبغات وراثية تحمل جينات مختلفة عن الذكر الآخر. فعندما يعني تصادف الملكة مجموعة من الذكور المتنوعة والغرباء، تجمع هذه الصفات ضمن جيناتها على الكروموزومات، وتكون الخلية عندنا شبه متنوعة من العديد من الذكور. طيب حتى لو كانوا نفس السلالة؟ حتى لو كانوا نفس السلالة، لأنه حتى من داخل السلالة هناك عائلات كما نحن البشر. فبالتالي حتى لو كانت نفس السلالة، الإيطالي مثلا، لو كان في إيطاليا هذا الحكي، طبعا نحكي في إيطاليا أنه ما في خلط ولا تهجين، عندهم سلالة واحدة، أو كانت ضمن بيئة السلالة الكرينيولي أو القوقازي،
هي أيضا تشكل في الداخل تشكل عائلات، فبالتالي يكون هنا الذكور من عائلات والملكات من عائلات، فبيكون هنا تجنب تلقائي لزواج الأقارب. لا يخلو الأمر طبعا إن كان هناك خطأ ما بنسبة بسيطة 1% 2% من زواج الأقارب لا بأس، لكن تكون الغالبية العظمى في تلقيح الملكات وفي طريقة تزاوج نحل العسل هي الحظ الأكبر لزواج الأباعد تلقائيا يعني. لكن احنا نعمل دوما في مناحلنا ان احنا ما نوقع الملكات امام زواج أقارب، ونحاول نباعد حتى نجمع الصفات الجيدة من الذكور الجيدة ومن الملكات الجيدة في موضوع الانتخاب والانتقاء، ونعمل مثلا بين الموقع تقاطع بين الموقع واحد الموقع اثنين، أو بين النحال رقم واحد والنحال رقم اثنين، هذا يعطي هذا ذكور هذا يعطي هذا ملكات، حتى يكون في عندي تقاطعات ونجمع الصفات والسلوك الجيدة حتى نصل إلى طوائف نحل تفضي بالإنتاج الجيد. ودايما هذا ما نتمناه لكم، النحل القوي والإنتاج الوفير إن شاء الله. حياك الله أخي جمال، شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم وحيا الله جميع الإخوة. أخي الكريم، أشرت هنا قلت هل الملكة تتوقف عن البيض قبل خروجها مع الطرد بيوم أو يومين؟ طبعا أخي الكريم، هذا سلوك التطريد تمر به الطائفة، أو حالة من الحالات الطبيعية تمر بها الطائفة، والغاية منها هنا عملية التكاثر أو دخول النحل بحالة التكاثر أو بحالة النشاط. فبالتالي تجد الطائفة تستعد بداية، تكون بدأت في الاكتظاظ وتستعد في بناء حاضنة الذكور قبل التطريد مثلا بحوالي أسبوعين أو 10 أيام، ثم بعد ذلك تليها البيوت الملكية، وتكون بيوت ملكية متناثرة عديدة في أطراف الأقراص وبكثرة وجيدة أيضا كحجم كمنظر ككذا كخدمة جيدة. لكن نحن لا نتطرق للجانب الوراثي بهذه البيوت. فنلاحظ أن الملكات فعلا قبل التطريد تتوقف عن البيض مجبرة، يعني قبل التطريد حوالي أسبوع، يزيد أو ينقص بعض الأيام، لكن تكون مجبرة، تجبر على عدم وضع البيض، وذلك لعدم الاعتناء بها من قبل العاملات حتى ينحف جسمها وتتمكن من الطيران على رأس طرد. أما لو استمرت في وضع البيض إلى ما قبل التطريد ب24 ساعة أو 48 ساعة، وزنها وبطنها لا تساعدها في الطيران إلى مسافة مثلا 1 كيلو 2 كيلو 200 متر 300 متر حسب وجهة الطرد التي يقصدها الطرد في الخروج. وهذا سبحان الله يعني سلوك وحالة وأسرار لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. عندما ننظر إلى ملكات التطريد نجدها تتسارع في إخراج الطرود، وعندما ننظر إلى ملكات الطوارئ نجدها تتسارع في التصفية، تقتل بعضها حتى تصفي بعضها، وهذا خلق من خالق سبحان الله. يعني ما زال هناك أسرار وخبايا في هذا المخلوق لا يعلمها إلا الله. حياك الله وبارك الله فيك وفي الجميع. بس طبعا إذا تقيس هذا الأمر عندك، وجدت ملكة متوقفة على البيض، تقول هذا تطريد؟ لا، قلت لك علامات التطريد من البداية إلى النهاية، لأن بعض الإخوة يرى أن الملكة عنده توقفت عن البيض لأي أمر من المؤثرات الطبيعية مثلا، أو أي دافع من المؤثرات الطبيعية، فبالتالي يقول الملكة توقفت عن البيض يعني الخلية تريد أن تطرد، ورغم أن لا يوجد فيها أي علامات من التطريد. هناك مشكلة أخرى، أما مشكلة مراعي، مشكلة أجواء، مشكلة كثافة نحلية، مشكلة مرضية في الخلية، يعني معرفة السبب وتشخيصه بالطريقة الصحيحة وعلاجه، هذا الشيء المهم للوقوف على الموضوع وحل إيجاد الحلول لهذا الأمر. حياك الله وبارك الله فيك. حياك الله أخي الكريم وحيا الله جميع الإخوة. أخي الكريم تقول هنا وكيف نعرف أن هناك فيض رحيقي عند النحل؟ طبعا هذا بناء على نقاشات سابقة كانت بإيقاف يعني أو إعاز بإيقاف التغذية عند دخول النحل في مرحلة أو مرحلة الفيض. طبعا كلمة الفيض الرحيقي بالنسبة لتربية النحل تعني دخول النحل في مرحلة من توافر الغذاء من الواردات من الخارج من الطبيعة من الغطاء النباتي، سواء كان فيض رحيقي أو فيض غباري، وهذا نلاحظه عند دخول النحل به. وتعني أيضا أن هناك زيادة عن حاجة استهلاك الطائفة. طالما نقول فيض فإذا هناك فائض من الطبيعة من واردات الطبيعة عن حاجة استهلاك الطائفة.
فبالتالي نلاحظ أن النحل يقوم أو يتوجه إلى عملية التخزين عندما يستشعر أن هناك فيض عن حاجته، فيبدأ في عملية التخزين ابتداء من الأقراص من العسل، أقراص العسل الجانبية من الأعلى، يبدأ في تبييضها في زيادة العمق السداسيات، ونلاحظ أنه بدأت أطراف أو بوادر الشمع الأبيض تكون في أعلى الأقراص الجانبية المخصصة لتخزين العسل. هنا يستشعر المربي أن النحل لديه أو في منطقته دخل في مرحلة الفيض، أي دخل في مرحلة التخزين، فبالتالي يتعامل مع الطائفة على هذا الأساس. طبعا طالما أن هناك فيض كاف وسائل عن حاجة النحل، في هذه الحالة لا داعي أبدا لتقديم التغذية. لماذا نقدم تغذية؟ هل ترى تغذية بمحلول سكري هي أفضل من الرحيق الذي يجلبه النحل من الرحيق؟ لا طبعا، النحل يفضل رحيق الأصغار عن التغذية السكرية بكل الطبيعة بكل الأحوال، لأن هذه التغذية الطبيعية التي فطره الله عليها. فعندما يرى المربي أو النحال أن هناك أصبح تبييض بالمصطلح العملي، يعني أن هناك أصبح تبييض لأطراف الأقراص من الأعلى وخاصة الأقراص الجانبية، وبدأ النحل يضع فيها الرحيق ويختم قسم منها ثم يتلوها البقية إلى الأسفل، هنا هذه تعتبر هذه حالة الفيض أو حالة جمع الرحيق أو حالة تخزين الرحيق. فيبدأ يتعامل مع الطائفة على هذا الأساس بترتيب الأقراص وكذا، حاجز ملكي. المهم أنه يكون كذا، يعني قد بدأ في توجيه طوائف نحله لموسم الفيض. حياك الله وبارك الله فيك وفي الجميع. طبعا في حالة الفيض الرحيقي أو الفيض الغباري يكون هناك تسارع بين النحل وبين الملكات في وضع البيض، خاصة إذا كان هناك فيض غباري. نجد أن الطائفة قد خزنت كميات كبيرة من غبار الطلع أو من حب الطلع في صورة خبز النحل، وهناك تسارع أيضا من الملكات في وضع البيض. أما إذا كانت المواسم تعتبر مواسم رحيقية فقط مثل السدر مثلا، يكون هناك طبعا تحييز للملكة إجباري لأن واردات من غبار الطلع قليلة، فبالتالي تكون الغالبية الحالة هنا أو الموقف هنا للعاملات في تخزين الرحيق. في حالة أن كان هناك فيض غباري، على النحال أن ينتبه مباشرة بتركيب مصايد غبار الطلع كي يستفيد من غبار الطلع سواء لتخزينه لوقت الشح أو لبيعه أو للاستفادة منه حسب ما يراه، لأنه غبار الطلع يعتبر أيضا من ضمن منتجات نحل العسل، وثروة هائلة وممتازة جدا يجب الحفاظ عليها والاستفادة منها. أما إذا كان رحيقي طبعا فرحيقي بكل تأكيد ستكون الطائفة ماشية تمام، ما في تسارع من الملكة لأنه ما عندها غبار طالع، فتجد الأغلبية هنا للعاملات في تخزين العديد من أقراص الرحيق أو أقراص العسل داخل الطائفة. وهذه تعتبر هذه مرحلة الجناء التي تلي بعد مرحلة التحفيز. يعني قلنا قبل ذلك التغذية لها ضوابط وأهداف وكميات ومواقيت، نحن نغذي فقط في فترة البناء، تأسيس الطوائف، الحصول على جيش قوي من النحل يؤهل وتكون الطائفة هذه مؤهلة للإنتاج. بعدها خلاص انتهى الأمر، يعني التغذية لها أوقاتها. فبالتالي إخواني الأفاضل، معرفة متى نقدم العمل وكيفية نقدم العمل وكم هذا العمل نقدمه، هذا الشيء مهم جدا في إدارة المناحل. إذا عرف الأخ المربي هذه الأمور وهذه القواعد الأساسية في إدارة منحله، يكون هو نفسه مرتاح، لأنه يعني يدرك تماما كيف تكون إدارة المنحل، ونحله أيضا يكون مرتاح لأنه الذي يقود المنحل أو الذي يديره يسيره في المسار الصحيح. فبالتالي لن تكون هناك أي عراقيل سواء في عمل النحال أو في أداء المنحل، لأن الأمور كلها تسير بالطريق الصحيح. يعني فالانتباه والاهتمام بعملية الإدارة وتدارك الحالات التي تمر بها الطوائف المنحل أو المناحل حتى نقدم لها العمل المناسب في الوقت المناسب. حياكم الله وبارك الله فيكم. طبعا اخواني الافاضل، مرحلة الفيض او دخول النحل في حالة الفيض ووصوله الى حالة تخزين الرحيق او تخزين غبار الطلع، هذه من اسعد اللحظات والاوقات والايام بين الطرفين، ونجد الانسجام القوي يكون واضح تماما بين النحل والنحال. النحل يكون سعيد جدا بتوفر مقدرات غذائية تكفيه ويقوم بالتخزين، والنحال سعيد جدا برؤية ثمار تعبه وجهده بدأت
تظهر أمامه وأصبح على مقربة من قطاف العسل. فبالتالي هذه الفترة هي تعتبر فترة ممتازة، تكون خفت فيها حدة التطريد، خفت فيها حدة ثوران النحل من ثورة التكاثر أو هيجانه للتكاثر أو ميله للتكاثر. والنحال أيضا يكون بدأ في الاستقرار وقلل نوعا ما من زياراته للمنحل. قبل الفيض وكنا في مرحلة التطريد كنا نزور المنحل كل 5 أيام 6 أيام، خشية من حدوث تطريد وخروج الطرود إلى الخارج وتعيدنا إلى الكثافة النحلية المتدنية التي لا تؤهلنا إلى الإنتاج. أما في هذه المرحلة خلاص يكون النحل عازف عن التطريد وقل ميله على التطريد للتكاثر، لأنه مر بمرحلة البناء والآن هو في مرحلة الجناء. فبالتالي تكون الزيارات مثلا كل 10 أيام كل 12 أيام لتفقد المراعي، تفقد مستوى المراعي، مستوى الأزهار، معرفة درجة الحرارة في المنطقة، مستوى الرطوبة، مستوى سروح النحل، مستوى التخزين من الداخل، كم قرص يخزن يوميا أو كم كيلو يخزن يوميا بهذه الطائفة، هل التخزين ماشي بالطريق الصحيح للأعلى في الزيادة أم التخزين متوقف أم التخزين ينقص. فهنا أيضا تكون المراقبة بدقة في فترة الفيض. مجرد مع زيارة الأخ المربي إلى محيط المنحل في منطقة الغطاء النباتي ويجد أن الأزهار أوشكت إلى نسبة 20-25%، يبدأ أن يهيئ نفسه إلى عملية قطاف العسل حتى لا يتأخر وتنتهي الأزهار أو ينتهي الرحيق من الأزهار ويبدأ النحل في استهلاك ما خزنه. فهذه طبعا هذه مراقبة المنحل وقت الفيض، لكن تكون طبعا بهدوء وما فيها لا كركبة ولا فيها استعجال مثل وقت التطريد. كل 10 أيام كل 12 يوم يزور الأخ منحله، احتاجت أقراص، احتاجت كذا تقديمها، احتاج أن يقطف مثلا نصف قطفة يعجل بالقطف، ممكن يقطف مرتين إذا كان عنده استطالة في الموسم، على حسب مستوى الموسم في بلده وحسب العوامل والمؤثرات الطبيعية. دوما نتمنى لكم الإنتاج القوي، النحل القوي والإنتاج الوفير إن شاء الله تعالى، ونتمنى لكم البركة في بلادكم وأولادكم وكل ما تحبون. حياكم الله وبارك الله فيكم. دوما إخواني الأفاضل، مربي النحل العمل نشيد ونركز دوما على العمل الممنهج، العمل ذو التدوين، العمل المدروس المحسوب في إدارة المناحل. فدوما كما نقولها دوما لا يقاس المنحل بعدد الخلايا، 10 خلايا قوية أفضل من 100 خلية. فكل ما كان الأخ المربي لديه خطة علمية صحيحة في إدارة منحل وتتناسب مع نحله مع منطقته مع غطاء النباتي، يكون مرتاح وتكون المردودية لديه ممتازة جدا. فدوما تدارك الأخ المربي عند دخول منحله في مرحلة الفيض ويصرف هذا الفيض في الطرق الصحيحة. الفيض ليس فيض رحيق فقط أو فيض غباري، هناك فيض من الكثافة النحلية أيضا. عندما تصل الطوائف مثلا إلى كثافة نحلية عالية يكون في كل طائفة لا يقل عن 100,000 نحلة طابقين أو 3 طوابق، ولا يوجد عنده رحيق ولا يوجد عنده أي شيء مثلا كانت المرأة تكفي حاجة الطوائف للتقدم مثلا، لأن الموسم ليس موسم مثالي. أو ما هي المرأة المثالية؟ هي المرأة المثالية التي تكفي حاجة النحل وتزيد وتصل إلى التخزين. لكن بعض الأحيان تكون المراعي يلا يدوب ان هي تكفي او يعني يمكن ان تكفي فقط حاجة النحل مع تقدم الطوائف. في هذه الحالة تصل الطوائف الى كثافة نحلية عالية لكن ما في مردود فيها لانه المرعى قليل تناسبا مع عدد الخلايا ومع الكثافة النحلية. بهذه الحالة يصل المربي أيضا إلى فيض من الكثافة النحلية، فبالتالي أيضا هذا يوجهه سواء لتقسيم لبيع لكذا لكذا. فكل من منتجات الخلية يجب ترشيدها تماما والعمل معها بالطريق الصحيح. بيع الطرود أو بيع الخلايا أو إنتاج طرود هو من منتجات تربية نحل العسل أيضا، ليس فقط أن احنا نربي النحل من أجل أن نأخذ عسل فقط أو غبار طالع، لا، هناك منتجات كثيرة يجب النحال أن ينتبه لها ويستغلها أفضل استغلال تناسبا بالمؤثرات أو مؤثرات الإنتاج الموجودة لديه. لا يضع أمله فقط على العسل، يكون مراقب دقيق لإحداثيات المنطقة ومستوى الرحيق فيها ومستوى غبار الطالع فيها ودرجة الحرارة والرطوبة والرياح. كل هذه مهمة جدا حتى عند وصول طوائفه إلى مراحل الفيض يعرف كيف
يرشد الفيض هذا بالنفع الذي يعود عليه وعلى أبنائه من خلال مشروع تربية النحل وإدارة المناحل. حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا. طبعا إخواني الأفاضل، نعود ونتذكر نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى. فنعمة هذا المخلوق الذي أوحى الله إليه اقترابنا منه وفهم سلوكه ومعرفة احتياجاته وتقديمها له في الوقت المناسب وبالكم المناسب، والاستفادة من منتجاته التي أشير فيها في القرآن الكريم أنها شفاء للناس. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى نحمد الله عليها، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فبالتالي إخواني الكرام، نحن نتعامل مع كائن أوحى الله إليه له سلوك وله كامل الحواس، يشعر تماما إذا كان العمل الذي نقدمه له يناسبه أو لا يناسبه، ينسجم تماما عندما يكون العمل الذي نقدمه يناسبه، وينعكس أداؤه عندما نقدم له عكس ما يحتاج. فبالتالي معرفة ودراسة سلوك النحل واحتياجاته ومتطلباته هذا شيء مهم جدا، ونعود ونقول هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الله يعطيكم العافية جميعا. حياك الله أخي أحمد، وحيا الله لنا في فلسطين الحبيبة. أخي أحمد، أشرت هنا قلت عند تسكين طرد جديد أيهما أفضل نقدم له من التغذية، قرص من العسل أم التغذية السكرية؟ أقول لك الاثنين. قرص عسل إلى الطرد يشعره بالأمان والاستقرار، كذلك قرص حضنة عند التسكين يكون أحسن وأحسن. والتغذية أيضا يحتاجها للبناء الشمعي، لأنه طرد جديد أمامه مسيرة بناء من الأقراص الشمعية، تكاد 10 أقراص أو أكثر أو كذا، خرج من خليته ويبدأ حياة جديدة. فبالتالي أمامه مرحلة بناء قوية، فلذلك لابد أن نقدم له التغذية بداية حتى يثبت بهذه الخلية ويبدأ نشاطه وتبدأ الملكة في وضع البيض. إلا إذا كان هناك رحيق قوي ودفق رحيق قوي، خلاص معلش ما في أي مشكلة. لكن في بداية التسكين يفضل تواجد الاثنين، العسل والتغذية. ومن لم يتمكن من إيجاد العسل، نفترض أن شخص جديد وسكن طرد ما عنده أقراص عسل، هل يبحث ويشتري قرص عسل؟ لا أبدا أبدا، يقدم التغذية ويستمر في تقديم التغذية حسب احتياج النحل التي تلبي عملية البناء الجديد لهذه الخلية أو لهذا المسكن الجديد. فلا بد من إيجاد التغذية، هذا عامل هام جدا لاستقرار الطرد واستكمال مسيرته العملية. حياك الله وبارك الله فيك.